انا كنت 192. ما شاء الله. ما شاء الله. وعاملين عمليه كده بقى لنا تقريبا شهر و10 ايام. ايوه يا دكتور. بس ما شاء الله. وزننا كام دلوقتي؟ 161. ما شاء الله، يعني تقريبا داخلين في 30 كيلو. ما شاء الله. ما شاء الله. الله اكبر. ما شاء الله. احكي لنا كده، عرفتنا ازاي وكانت ايه مشكلتك مع الوزن؟ والله كان في الشغل وتعب وكل حاجه برضه في الوزن وكده، ما اقدرش اتحرك وكده. انا الحمد لله انا عمري 24 سنه. ما شاء الله. فوالدتي شافت حضرتك على النت وكده، والحمد لله ربنا وفق يعني. انت خايف من العمليه؟ يعني شويه، بس بعد ربنا سبحانه وتعالى وحضرتك الحمد لله الدنيا بخير. الدنيا مشيت كويس والحمد لله. والله في المستشفى ما شاء الله لا قدر بالله ما خفتش من حاجه، الناس ما شاء الله محترمه، وهنا ما شاء الله العمل كله ما شاء الله ناس محترمه. ربنا يبارك فيك. والحمد لله والله عدت على خير. وكنت خايف منها يعني ان انا بقى هتعب وكده، لكن ما شاء الله لا قدر بالله نزلت شغلي بعد شهر والحمد لله. نزلت شغلك بعد قد ايه بالظبط من العمليه؟ والله يا دكتور ما شاء الله لا قدر الا بالله بالظبط 8 ايام او 9 ايام، بس ما كنتش بشيل حاجات كتير. انت كنت قلقان شويه من العمليه وكنا طبعا وزن زياده حبه. الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله ان شاء الله تقوم وتبقى احسن. احنا نزلنا في الوزن ما شاء الله معقول جدا. الحمد لله. نلتزم بالتعليمات. عايزين نشوفك شخص تاني بقى. انا عارف ان انت مسافر خلاص قريب ان شاء الله تروح ترجع بالسلامه، بس هتكون برضه متابعات اونلاين معانا ان شاء الله. تابع مع الشباب بره، يدوك مواعيدك، تتابع مواعيدك اونلاين، تتابع معاك بعض كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله دكتور ربنا يحفظك. ربنا يعني تنصح الناس يعملوا عمليه يا ابراهيم ولا؟ ان شاء الله اكيد والله العظيم، والله ما يخاف ولا اي حاجه. اللي هيبدا حياه جديده ويخسر، بص يعني ايه، بدل ما تخسر عمرك وصحتك لا هتكسب صحتك وهتكسب عمرك. سعداء جدا بمعرفتك. ربنا يخليك. تكون بالف سلامه وتتابع معانا اونلاين كده وتوصل لوزن مثالي باذن الله. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك منك ان شاء الله. ربنا يجازيك خير. تسلم. ربنا